ماما، حضرت الغدا؟ ثواني ويكون جاهز يا حبيبي. يوه، 100 مرة أقول لك يا ماما أنا ما بحبش الكشري. في 17 من يناير ستدخل مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث سيقام بها أكبر طبق كشري في العالم في حديقة الحرية بالزمالك. وعلى هامش الاحتفال سيقام أيضا أكبر مهرجان للأكل شهدته مصر على مدار تاريخها. الكبير لازم يكون زي الجزيرة دي، أقرب حد ليك على البر التاني. في إيه يا بوي؟ الكشري فيستيفال يا منصور. إيه دي؟ مهرجان الكشري يا ولدي، لازم العدايسة يكونوا فوق، العدس مكانه فوق يا منصور. لو وقعت كل النار اللي حواليك هيشمتوا فيك. ما تقلقش يابا، أنا الكبير وهكمل اللي أنت بديته، والعدس هيفضل أول حاجة في الطبق. ما ينفعش توجع يا منصور. حاضر يابا. ما ينفعش توجع يا منصور. خلاص يابا. ما ينفعش توجع يا منصور. ما تقول ما ينفعش تقع يا منصور، ايه لازم توجع؟ ايه الافوره دي يعني؟ ما ينفعش يا عم خلاص بقى، بلا كلام فارغ. الفستيفال فاضل عليه ايام، وانا جمعكم النهار ده عشان تعهدوا ولدي منصور على السمع والطاعة. وزي سلو بلدنا ومواصفات ابو طارق بتقول، العدس يبقى فوق اعلى حاجة في الطبق، وتحته المكرونة وتحته الرز. قلت ايه يا كبير الرزايزة؟ عهدك. قلت ايه يا كبير المكارنة؟ اني قلت كده. عمرك ما صفيت يا هريدي. كلامي خلص. اللي هيخش في العهد بيجي واحد منينا، وعنده لينا الامان والحماية، واللي برا العهد ملوش صالح بيني، وبضاعته يسلقها بمعرفته كمان ومن غير حماية. وزي شرع ربنا وتقاليدنا بيقولوا لازم اتجوز. والنهارده انا بطلب يد فايقة بنت كبير الرزايزة، تبقى مرضي قدام ربنا وقدام الناس. كريمة، استنى يا كريمة، ابوي هو اللي اختار وانا ما اقدرش اعارضه. انت عارفه اني ما بحبش فايقة، دي بسمتي وانا ما بحبش البسمتي. كريمة، انا بحبك وهفضل طول عمري احبك. جاي تفرحني ولا جاي تحزيني؟ اول ما الجنازة تطلع طخوهم على طول، مش عايز ولا واحد منهم حي. هقتلك يا محمود. عمي خلاص يا عم. استاذ منصور ابو جبه اللي مش عايش عيشة اهله هو اللي بيهديه. يمكن لو كان شاف امه وانا بشجلطها من فوق الطبق، والله مرته وانا بعملها شوربة عدس، كان قلب راجل. ورحمة امي لا هعجنك واخليك تكسر زي مكرونة التموين. أنا مش جاي أعرض عليكم فلوس، أنا جاي أعرض عليكم الأمان يا ريس. جاي أعرض عليكم تطلعوا تعيشوا فوق الطبق من تاني كيف الناس، ومش أي طبق، ده طبق أبو طارق. وانت عارف يعني إيه كشر أبو طارق. تتجاوزوا، تعملوا دقة، تعملوا ما بدلكم يا ريس.
كيف دي بتاع تاني. خبر ايه يا محمود؟ حرقوا مخزن السلاح يا ابوي. ده اكيد منصور جاي لموته. تحب تموت كيف يا محمود؟ بالسلاح ولا بيدي؟ اموتك بيدي. منصور، سيبه منصور، ده اخويا منصور، ما تحزنوش عشان خاطري، عشان خاطري سيبه منصور. محمود، محمود، حرام عليك، حرام عليك، حرام. بيقولوا اللي بيقتل هيخش النار، بس بعد ما خلصتوا على المكارنه اني هدخلكوا الجنة. اللي ليه اهل فيكم هيرجع لهم، واللي ملوش هنبقى احنا اهله وعزوته كمان. ورحمة ابويا في قبره. كيف ما هتقفوا جنبي هقف جنبيكم، وكيف ما هتحموني هحميكم واقف في ظهركم كمان، وكيف مكسب هكسبكم. والخاين هو الأظلم. الحق يا كبير، الحكومة محاصرة الدوار ومعهم قوات صلصة كتير. سلم نفسك يا منصور، المكان كله محاصر. نجعاوي، قول لرجالتك محدش يتحرك فيهم غير لما اقول له، واللي يلمح فيهم طرف عسكري صلصة يطخ على طول. قول للقوات تتحرك. من النهارده مفيش حكومة، أنا الحكومة، أنا الحكومة. أنا الحكومة.